ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن افضل 10 انواع كلاب متوسطة الحجم للمبتدئين. رقم 1، البولدوج الانجليزي. كلب اسرة هادي ومحب لصاحبه جدا. عيوبه ان طاقته قليلة ومش سهل التدريب. رقم 2، كلب الكورجي البريطاني. كلب اسرة رائع بيحب اللعب وطاقته عالية. عيوبه انه عنيد. رقم 3، الباسيت هاون الفرنساوي. كلب صيد وكمان من افضل انواع كلاب العائلات، بيحب كل الناس والحيوانات. شخصيته مرحة وبيحب اللعب وغير شرس بالمرة. عيوبه انه عنيد جدا وطاقته قليلة. رقم 4، الجولدن ريتريفر. كلب اسكتلندي ويعتبر افضل كلب اسرة على الاطلاق بسبب شخصيته الطيبة والمرحة. عيوبه انه ما ينفعش يبقى كلب حراسة لانه غير شرس. رقم 5، كلب البودل الفرنساوي. كلب الشكل مميز ويعتبر من أذكى أنواع الكلاب. عيوبه إن شعرته محتاجة عناية كتير. رقم 6، كلب البوكسر الألماني. كلب حراسة ممتاز وأسرة وشخصيته ظريفة. عيوبه إن طاقته عالية. رقم 7، كلب الكوكر الإنجليزي. كلب أسرة رائع وشكله جميل جدا وتدريبه سهل، ولكن عيوبه إن شعرته محتاجة عناية كتير. رقم 8، كلب السامويد الروسي. كلب أسرة رائع وشخصيته طيبة وبيتعلق بصاحبه جدا، ولكن عيوبه إن طاقته عالية وممكن يكون عنيد. رقم 9، كلب الراعي الأسترالي. من أجمل الكلاب اللي ممكن تشوفها في حياتك. سلوكه جيد جدا وذكي جدا وسهل التدريب، ولكن عيوبه إن طاقته عالية. رقم 10، كلب اللابرادور الكندي. مصنف كأفضل كلب أسرة في أمريكا، وبيتميز بطبعه الهادي ومستوى ذكاء عالي، ويمكن تدريبه إنه يبقى كلب تنبيه. عيوبه إن طاقته عالية ومحتاج تدريب كتير. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن كل نوع من دول هتلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.